اللي بيحصل في البوكس اوفيس الاسبوع ده؟ قائمتنا فيها مفاجآت صادمة وسكوت غير متوقع لافلام كبيرة، وفي اسطورة جديدة دخلت نادي ال2 مليار. تعالوا نشوف مع بعض ترتيب اقوى 10 افلام في شباك التذاكر العالمي. في المركز العاشر فيشوانس اند سانز. ஹாலிடேஸ் ஓவர் மேடி. மனுஷங்க பிரியறது சண்டை போடுறதுனால இல்லைங்க, சண்டைக்கு அப்புறமா எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாததுனால தான். بنبدأ القائمة مع فيلم الدراما الهندي فيشوانس اند سانز. الفيلم بيقدم قصة إنسانية عن سانجاي فيشوانس اللي قضى سنين من حياته بيبني اسم كبير كرامي محترف ومصنف عالميا، لكن لما كبر في السن واتصدمت واجباته العائلية وقصة حب غير متوقعة مع طموحاته، بيلاقي نفسه قدام سؤال مصيري: ايه هو الشيء اللي بيدي للحياة قيمة حقيقية؟ الفيلم من بطولة النجم سوريا، وتقييمه على موقع IMDb 7.7، ودخل الأسبوع ده بإيرادات افتتاحية وصلت $1,600,000. ஓய், நீ என்ன மிஸ் பண்ணுவியா? உங்க அப்பா என்ன மிஸ் பண்ணுவாரா? Single people were legally allowed to have sex. I hate this night. في المركز التاسع One Night Only. Oh, you should go out. Allie, this is Tayshawn. Hello. We met in line for the bathroom. What? Yeah. No. Can I get a whiskey? بنروح لفيلم الرومانسية والكوميديا السوداء One Night Only. الأحداث بتدور في نيويورك حوالين 2 من الشباب بيدوروا على الحب والارتباط، بس في ليلة فريدة من نوعها في السنة بيسمح فيها القانون بشرعية العلاقات. الفيلم بيقدم فكرة مجنونة ومزيج بين الكوميديا والدراما، وهو من إخراج ويل جلوك وبطولة كالوم تيرنر. الفيلم في تاني اسبوع عرض ليه محقق $2 مليون في الويك اند، عشان توصل اجمالي ارباحه العالمية لاكتر من $12 مليون مقابل ميزانية $25 مليون، وتقييمه على موقع IMDb 6.3. في المركز الثامن توي ستوري. Bonnie doesn't want to play with toys anymore. She needs me. Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say? Bonnie still needs us. استمرار النجاح الاسطوري لتوي ستوري 5. المرة دي وودي وباز وجيسي وباقي العصابة بيواجهوا أكبر تحدي لمهنتهم كألعاب، وهي التليفونات والأجهزة الإلكترونية اللي سحبت الأطفال من اللعب التقليدي. الفيلم تقييمه على موقع IMDb 7.5، ورغم إنه في أسبوعه التاسع محقق الأسبوع ده $2,400,000 عشان تترفع أرباحه العالمية المذهلة وتعدي $1,114 مليون. No way. Come on, Bullseye! Hey, wait for us! We have tens of thousands of nuclear warheads all pointed at each other. Why don't we? في المركز السابع The Brink of War. I know how lonely the job feels, being responsible for millions of people. The Russians will not listen unless we are strong. You have a history of suspicion of us. بنسافر لدراما التاريخ والسباق مع الزمن في فيلم برينك اوف وور. القصة بتعيشنا أجواء الحرب الباردة مع سباق الرئيس الأمريكي ريجن لإبرام صفقة نووية مع القائد السوفيتي ميخائيل غورباتوف وسط ضغوط سياسية مرعبة. كل كلمة بتتقال ممكن تقرب العالم للسلام أو تدفعه للدمار الشامل. الفيلم بطولة جيف دانييلز، وتقييمه على موقع IMDb 6.8، ودخل القائمة في أسبوعه الأول بإيرادات $2,700,000. We're not trying to win a war. We're trying to end one. في المركز السادس 6 The Musical Life. المركز السادس مخصص لعشاق الاستعراضات والموسيقى. الفيلم بيقدم إعادة تصور استعراضية ومجنونة لقصة زوجات الملك هنري الثامن من الستة، لكن المرة دي كان إجماد بوب على المسرح وبيحكوا حكايتهم بعيدا عن ظل زوجهم التاريخي. الفيلم واخد تقييم ممتاز ب8.3 على موقع IMDb، وحقق في أول أسبوع عرض ليه $3 مليون. في المركز الخامس Cat's Eye Wild Hearts. I'm ready. Energy, Megan. We always had that chaoticness.
فيلم وثائقي موسيقي، تجربة ممتعة جدا لكل محبين الفرقة، بتستعرض كواليس حصرية ومقابلات شخصية جدا مع الأعضاء ورسائل وفيديوهات مع الجمهور اللي صنع نجاحهم. الفيلم واخد تقييم 6.5 على موقع IMDb ومحقق 4 مليون دولار في أسبوعه الأول. Yeah, new era and new order. I'm Rex. Why don't you let me show you around? Yeah! Welcome to my home sweet في المركز الرابع باو باترول ذا دينو موفي. TV or Wi-Fi. This island has the biggest diamond mine in the world. Come here, beautiful. When in doubt, we blast it. That's a volcano. في المركز الرابع مغامرة الأطفال والعائلة مع باو باترول ذا دينو موفي. المرة دي فريق الدوريات بيهبط في جزيرة ديناصورات غامضة بعد العاصفة، وبينضم ليهم الكلب ريكس، لكن لما انفجار بركاني بيهدد الجزيرة كلها بسبب تعدين خاطئ بيبدأ الفريق أكبر وأخطر عملية إنقاذ في تاريخهم. الفيلم بتقييم 6.2 على موقع IMDb ومحقق افتتاحية قوية ب20 مليون دولار في الويك إند، بإجمالي عالمي وصل ل69 مليون دولار من أصل ميزانية 40 مليون دولار. I want a dinosaur BFF. Best friends forever. Oh, ow, 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 ow. Okay, stop, never mind. Has moved. رقم 3 The End of Oak Street. Charlie, how the hell is that even possible? في المركز الثالث الأكشن والغموض في فيلم The End of Oak Street بطولة آن هاثاواي وإيوان ماكريجور. الأحداث بتبدأ لما حدث كوني غريب بينقل حي سكني كامل لمكان مجهول وغير معروف في الكون، وعيلة بلاد بتتحد مع بعضها عشان يحاولوا يعيشوا ويفهموا البيئة الجديدة اللي هم فيها. الفيلم تقييمه على موقع IMDb 6.7 ومحقق الأسبوع ده 21 مليون دولار، بإجمالي عالمي وصل ل 47 مليون دولار في أسبوعه الأول. You're pining for a daddy you didn't even know. Like some sniveling bastard. رقم 2 The Odyssey. I could take this road. They're not giving up power to you or Odysseus. الملحمة السينمائية المنتظرة للمخرج الكبير كريستوفر نولان، ومن بطولة مات ديمون وتوم هولاند وآن هاثاواي. الفيلم بيحكي الرحلة الملحمية المرعبة بعد حرب طروادة عشان يرجع لبيته أوساكا ومواجهته لكائنات أسطورية زي العمالقة وحريات البحر. تحفة سينمائية بتقييم 8.5 على موقع IMDb، وفي أسبوعه الخامس بيحقق 24 مليون دولار عشان يوصل بإجمالي أرباحه الخيالية ل1.290 مليار دولار. You're gonna forget who I am. What? What are you talking about? I'm gonna come and find you. رقم 1 سبايدر مان براند نيو داي. You're better. I love you. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. We're faced with a threat that can be anyone. You sure you want to do this, Scorpion? Talk to Banner? No, Banner. Only Hulk. I'm sorry, but you're in danger. What? I promised you that I would keep you safe. في صدارة البوكس اوفيس والمركز الأول بلا منافس السوبر هيرو الأقوى. القصة بتاخدنا مع بيتر باركر المنسي من العالم واللي عايش متفرغ تماما لكون سبايدر مان، لحد ما الضغوط النفسية بتسبب له تغيير خطير وبيظهر عدو جديد ومرعب بيهدد كل شيء. الفيلم بتقييم 8.1 على موقع IMDb، وفي أسبوعه الثالث بس مجمع 71 مليون دولار عشان يكسر حاجز ال 2 مليار و21 مليون دولار كأرباح عالمية، وبيتربع على عرش سينما 2026. You're the only one who can defeat it. قول لي في الكومنتات ايه اكتر فيلم عجبك واتبسطت انك شفته، ولو لسه ما اتفرجتش على اي فيلم قول لي ناوي تتفرج على ايه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة عشان ما يفوتكش كل جديد عن عالم السينما والافلام. اشوفكوا على خير.